السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم على خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم لكم السفه تاع الكسكسو اللي كتجي معلكه وكتجي رائعه. هاد السفه كتقدم مع الدجاج ولا مع اللحم، كتجي رائعه. ندوزو نشوفوا المكونات والطريقه، بقاو معايا. هنا البنات اول حاجه غادي ناخذوا هذاك الكسكسو. انا خديت الكسكسو الرقيق. هنا الكسكسو الرقيق البنات كيجي في السفه، كيجي زوين. تاني وكل واحد وحسب الذوق تاعو. هنا غناخد نصف الكميه تاع الخنشه. هذه فيها كيلو، غناخد تقريبا نصف كيلو. هنا غادي نرشوا البنات بواحد جوج تاع الكيسان تاع الماء. غنزيد الكاس الثاني، غادي نخليه تقريبا واحد ربع ساعة، 15 دقيقة، حتى يتشرب داك الماء. هنا البنات بعد ما تشرب هذاك الماء غادي نبداو نحلو فيه. الا كانت شي كرة ولا شي حاجه كنحكوها بين يدينا. حنا كنحلو فيه، وحنا البنات لنا شي كرة كنحلوها. هاد السفه البنات راه كتجي رائعه وزوينه، كتجي معلكه. بقاو معايا باش تشوفوا كاع المراحل والطريقه. هنا ندير الماء كيغلى في البرمه. هنا غادي ندير واحد نصف كاس تاع الزيت باش نحل بيه ديك السميده. هنا الزيت كنديرو من بعد الماء. كاين اللي كيدير الماء الزيت هو الاول عاد كيدير الماء. انا كنفضل كندير الماء هو الاول حتى كيتشرب ليا عاد كنحلو بالزيت. هنا غناخد الكسكاس غادي ندير فيه داك السميد. هنا البنات انا راه درت داك مدرتش نص كيلو، زدت هذاك النصف اللي كان باقي ليا. المهم انا عطيتكم القياس تاع نص كيلو. كنديروا فيه جوج كيسان تاع الماء النبل الاولى، وكنديروا نص كاس تاع الزيت. كل نصف كيلو تاع السميد كنديروا ليه نص كاس تاع الزيت. هنا غادي نحطوه فوق البرمه ونغطي عليه. هنا البنات حتى ملي كتطلع فيه الفوره عاد كنحسب واحد 15 دقيقه. هنا انا خديت اللوز فزكتو في الماء سخون. غادي نحيد ليه القشره وغادي باش نقليه. هنا كما قلت لكم البنات من بعد ما دازت ملي كتطلع فيه بحال هكا الفورك عاد كنحسبوه 15 دقيقه. ماشي ملي تحطوا الكسكاس كنحسبوا 15 دقيقه حتى كتبدا يطلع فيه الفوره عاد ما كنحسبوا ديك 15 دقيقه. هنا من بعد ما دازت ديك 15 دقيقه، هنا غادي نكبو في ديك القصريه.
غادي ندير واحد شوية تاع الملح، وغنبدا نحل فيه بديك بشي معلقة تكون خشبية، حيت سخون راه متقدوش ديروا فيه ايديكم. عاد غادي نرشو ثاني بجوج كيسان تاع الماء. انا كما كنعطيكم راه كنعطيكم القياس تاع نص كيلو. هنا بعد ما خليته شرب ليا واحد شويه كنعاود تاني نحلو بهذه الطريقه بحال كيما غادي نفورو الكسكسو. هنا غادي ندير الفوره الثانيه البنات. هاد السفه كتمشي مكم مع عدد كنمشي درتو اللحام بالبرقوق او الدجاج كتقدموه معاه، ولا تقدو تقدموها بوحدها راه كتجي رائعه ما كتجيش ناشفه. هنا نفس العمليه ملي غادي نحطو تاني حتى كطلع فيه الفرو كنحسب 15 دقيقه. هنا غادي ناخد الحليب. هنا خديت تقريبا جوج الكيسان ونصف تاع الحليب، هو اللي غادي نسقيو به الكسكسو. جوج الكيسان ونصف. غادي نزيد واحد الساشي تاع الزهر اللي ما توفرش عنده. عوض داك نص كاس تاع الحليب غادي تضيفوا ليه نص كاس تاع ماء الزهر. ماء الزهر راه متوفر في اي بلاصه. هنا غادي ندير فوق البوطه حتى يسخن. من بعد ما طلعت ليا الفوره الثانيه تاع هاد الكسكسو او سفه الكسكسو كيفاش كيجي البنات راه ما كيجيش معجن نهائيا. هنا غادي نزيد واحد جوج المعالق عامرين البنات تاع الزبده عامرين مزيان. غادي نغطيهم داك الكسكسو باش يذوب لينا ديك الزبده. هنا عاود تقدو تذوبوها عاد تكبوها بلا ما تديروها وتغطيوها. ذوبوها قبل وهي اللي سقيو بها هذاك الكسكسو. هنا غادي نبدا نحل هذاك الكسكسو بديك الزبده اللي درت. هنا غناخد داك الحليب سخون غادي نكبو فوق هذاك الكسكسو وغنخليه حتى يتشرب داك الحليب. هنا البنات بعد ما تشرب داك الحليب شوف كيفاش كيجي البنات. هنا ملي كنديروا ليه كنلقموه راه كيتلقم لينا، وملي كنحلو ايدينا راه كيعاود يتحل، يعني راه خايد كفايه من الماء ومن الحليب. هنا البنات انا خديت الزبيب غسلته ومن كيكون فيه داك التراب والغبره. هنا غندير في الكسكاس لتحت
هنا تقدوا البنات ديروا ليه تعسلوه بكاس تاع الماء والسكر وواحد ساشي تاع الزهر، وتقدروا تحطوه الفوق بلا ما ديروه بلا ما تخلطوه مع السميد او مع السفه. هنا من بعد ما فارت لنا ديك الفوره الثالثه، هنا غادي نكبوه في القصريه. هنا بعد ما حليته غادي نكب فوقه الحليب محلى تاع النيسلي. هذا الحليب البنات انا مصوباه في الدار، اللي ما متوفرش عنده غادي تعوضوه بواحد 3 المعالق تاع الحليب، الحليب غبره، حتى هو داك الحليب كيعطيه ديك التعليكه. او تقدو تضيفوا ليه الكوك، حتى هو كيعطيه واحد نسمه واعره البنات. زيد واحد نصف كاس تاع الكوك او كاس تاع الكوك. هنا خديت مول، حطيته في الطبسيل، غادي نحط فيه هذاك السفه. هنا البنات كنضغطو مزيان على داك السفه باش تاخد لينا الحجم تاع القالب تاع المول. هنا الا بانت لكم شي زبيبه كتطلع ولا شي حاجه كتنزلوها. هنا البنات بعد ما حيت ليه المول زينته بواحد شويه اللوز من الفوق، وغندير ليه واحد الخطوط مائله تاع القرفه وتاع اللوز. هنا البنات كما قلت لكم الزبيب الا قدرتو الا عسلتو غتحطوه الفوق، وتزين على حساب كل واحد واش كيبغي، على حساب الذوق تاعكم. هذا هو الشكل النهائي البنات من بعد ما زينته باللوز والقرفه، ودرت في الجناب داك شويه تاع اللوز مهرمش. هنا اللي وصل معايا حتى لهنا البنات وعجبو لا فيديو يشترك في القناه ويدعمني بلي لايك فضلا منهم والبارطاج. والى اللقاء الى فيديو لاحق ان شاء الله.